18 سنه ده انا عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، واحنا عندنا اجتماع يوم 14 هنقدم فيه راينا في الدستور. واحده من الحاجات انه احنا محتفظين ب يعني دلوقتي المعاهدات الدوليه اللي وضعت عليها مصر ومن ضمنها معاهده حقوق الطفل بتقول ان سن الطفل 18 سنه. ودي يعني في قرار من البرلمان اللي فيها حقوق الطفل ما نقدرش نسحب منها، لو سحبنا منها تبقى يعني مش سهل. فحكايه انك انت تنزل السن عن 18 سنه دي هتكون مشكله ومعركه كبيره جدا. انا رايي ان المفروض المعاهدات الدوليه تكون ليها قوه فوق قوه القانون. يعني الدستور ثم المعاهدات الدوليه اللي وافق عليها مصر وافقت عليها ثم القوانين. ده الوضع في فرنسا. الوضع في امريكا انها ليها قوه القوانين. انا عايز بقى وضع فرنسا تبقى فوق القانون عشان ما حدش يقدر يجرب. تحت الدستور مفيش حد بيخالفه، لكن تحت الدستور لكن فوق القانون. دي معركه. فانا رايي طبعا انه لازم السن يبقى 18 سنه. السؤال الاولاني، شوف، لا يوجد، وانا اتحدث، لا يوجد حاليا في القانون المصري ما يخالف الشريعه الاسلاميه. لا يوجد ما يخالف مبادئ الشريعه الاسلاميه. مساله الحدود مساله معظم الفقهاء بيقولوا انها لا يجوز وفقا للشريعه انها تنطبق، وان المساله من الضمنيه، يعني الاحكام الشريعه تنطبق على الاحكام، مبادئ الشريعه تنطبق على الاحكام، قطعيه الدلاله، قطعيه الثبوت. الحدود ليست من المسائل قطعيه الدلاله، هي قطعيه الثبوت يعني موجوده، لكن ليست قطعيه الدلاله. بمعنى قطعيه الثبوت يعني موجوده في القران او السنه. قطعيه الدلاله يعني لا تحتمل معنيين ولا يجوز تفسيرها بهذا التفسير. هناك الحدود تعطلت في معظم التاريخ الاسلامي. ليه؟ لانها تحتمل تفسيرها، اذا هي ليست من قطعيه الدلاله قطعيه الثبوت. اذا كان المقصود بالشريعه تطبيق الشريعه هو الاحكام قطعيه الدلاله قطعيه الثبوت فهي مطبقه. بس الشريعه الاسلاميه ليست جامع شامل تحيز القوانين الوضعيه الصريحه. ما انا هجيب لو انت هتوسع مفهوم الشريعه عشان يكون في بقى التفسيرات المعينه الاحكام الفضليه والاحكام اللي كذا، هتبقى مشكله كبيره وهيحصل اختلاف كبير في الشعب. اللي نزلوا دول هيقولوا بعد شويه اذا الاضرحه ضد الشريعه، ما هي دي الاصول الفقهيه وكذا، اذا مش عارف ايه ضد الشريعه، فهيبقى في انقسام كبير جدا جوه صفوف المسلمين نفسهم. الصوفيين عندهم تفسيرات معينه، الازهريين المعتدلين عندهم تفسيرات معينه، الاخوان عندهم تفسيرات معينه، السلفيين عندهم تفسيرات معينه، فهيك بقى على الشيعه